يلا يا جماعة نعمل سمك بطريقة مختلفة النهاردة، لا هو مقلي ولا هو مشوي، بس سمك تحفة وصحي جدا جدا. تعالي نشوف عملنا ايه. اولا نسمي بالله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. تعالي نشوف الفطار بتاعنا شكله ايه النهاردة. معايا كام بصلة كده، حوالي 3 4 بصلات. إيه، انا ضربتهم في الكبة تقطيعة كبيرة او صغيرة مش هتفرق، وشوية زيت، وهبتدي احمر البصل ده لحد لونه ما يكرمل خالص. وعشان نساعده على الكرملة هنحط له معلقة سكر دلوقتي يدينا طعم حلو، بس السكر انا بحطه في الاخر كده. بصي بعد البصله لما توصل للمرحله دي بحط معلقه سكر عشان ما تتحرقش، انا عايزاها تكرمل لكن ما تتحرقش. وعلى فكره السكر المعلقه دي بتنقل الرز في حته تانية خالص خالص، مش بتسكره لكن بتخليه طعم قوي. ودي معلقه كده من الكمون، ودي معلقه من الثوم. واول ما هنشم ريحه الثوم والكمون على طول هنروحوا حاطين الصلصه اللي انا مفرزاها. ما عندكيش صلصه متفرزه ممكن تضربي 3 4 طماطميات كده في الكبه وتحطيهم. معايا هنا بقى المكون اللي يعني هينقل الاكله في حته تانية. دي بطاطس مهروسه مسلوقه ومهروسه، وحطيت عليها بصل اخضر وملح وكمون وشويه زيت بس كده. معايا هنا الصينيه انا حطيت لها ورقه زبده وفردت فيها البطاطس، عشان بس انا مش عايزه البطاطس تلزق في الصينيه، هي مستويه. بعد ما الطماطم اتسبكت نزلت بكل الخليط ده جوه الكبه وهضربه لحد ما ينعم تماما، مش هخلي للبصل اي اثر. باخد شويه كده على جنب عشان اعمل منه الرز. وده السمك البلطي عندي انا منضفاه كويس وشايله القشر بتاعه، وكمان مملحاه بملح وكمون وثوم. يعني السمك عندنا متملح والبطاطس كمان متملحه. اصبح الصلصه اللي فوق دي يعني ممكن تحط لها رشه ملح صغيره، ما تكتريش اكتر من كده. بصي انا هنا بدهن السمك وشه وظهر، يعني انا قلبته وشه وظهر ودهنته كله بالشكل ده، وحطيته فوق البطاطس المفروده ودخلته تحت الشوايه. وبعدين هنزله من تحت شويه ومن فوق شويه، يعني مش هياخد سوا، يا دوب 5 دقائق من تحت و5 دقائق من فوق. وبعدين قلبت السمك عشان ياخد نفس اللون من الجنب التاني. وخلصنا الاكله بتاعتنا. بصي لون الرز طالع تحفه وطالع طعمه جميل جدا، احلى ما بنعمله بالبصله كده على طول.